مساء الخير، مساء النور، واش راكم؟ ان شاء الله نلقاكم لاباس يا ربي، ونلقاكم صحتكم متهنيين، وان شاء الله هذه لا فيديو تلقاكم بالصحه والبركه ان شاء الله. انا في نعمه والحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ديما هنا نبدا انا بالصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. شوفوا هنا حبيت جبتكم وصفه معتاده انا عليها وعندي بزاف ما درتهاش، حبيت نشاركها معكم وان شاء الله تعجبكم الوصفة وتعجبكم المقادير، وإن شاء الله تعجبكم طريقة العمل، وإن شاء الله تولوا مدمنين عليها كما أنايا. عندي بارك بزاف ما درتهاش ونحبيت أن نشاركها معكم. بسم الله، هنا نبداو. عندي انايا بطاطا ماكارين ولا الزبده اللي عندكم نتوما، عبروا بالكاس اللي عندكم تاع البيدون، ولا عبروا بالكاس. وإلا عندكم كيما هكا زبده تاع عصطار انا درتها كيما راه، عفوا اسمحوا لي. عندي هنايا كيس خميره، وعندي كاس تاع عسل، وعندي 3 مغارف تاع سكر. هنا بسم الله نبدا في التوجه تاع المقادير. هنا ضفت الزبده تاعي كامل، ضفتها في الطنجره ولا ديروها في الكاسرونه، هنا لكم الاختيار. انايا حبيت حاجه متسعه باش نخدم فيها وما نكثرش على روحي الخدمه. هنا درت انا كاس، نتوما عبروا بالكاس تاع الكازوز هذاك، عبروا به كاس وما تعمروهش الفم، حاولي هكا ناقص اصبع هكا ناقص. ومن بعد درت انايا 3 مغارف تاع سكر. هنايا ما تطلبش الحلاوه بزاف، هنا درت عادي العسل تاع المرجان، هنا العسل اللي متوفر معكم نديروه. هنا انا ندير كلشي مع بعضه ونديرو فوق النار حتى نذوب معايا الزبده. هنا اللي حبيتو ديروا في حمام مائي ديروا نتوما في حمام مائي، هنا لكم الاختيار. انا يا راني منقصه عليه النار ودرته في النار الصغيره قاعدتين ومتوسطه، يعني نقص عليه كما حنا نقولوا الاخر. هنا نحاول نذوب الزبده تاعي، وفي نفس الوقت راني نحرك باش السكر والعسل ما يتحرقوش معنا، خاطرش لا تحرقوا معاكم الوصفه، ما تبدل البنه تاعها وتبدل كل شيء. هنا ما تنساوش حباتي، الا عجبكم الوصفه وعجبتكم المقادير ديروا الجام، ديروا الجام اول حاجه هي ديروها الجام. هنا بعد ما ذبت لي انايا الزبده وذب لي السكر هذاك وذب لي العسل معاهم، سيتو السكر كيذوب ندير انايا هنا. نتوما اللي عندكم بيكربونات ديروا مغرف تاع بيكربونات، هنا كنت ما عنديش متوفر معايا بيكربونات، هنا درت مغرف تقريبا 2 مغارف تاع خميره تاع كاطو. هنا الخميره تاع الكاطو هي اللي تنجح لنا هذا الوصفه، هي اللي تنجح لنا فيه هكاك حتى يولي معنا الخليط كريمي وسائل وابيض كيما هكا كما راكم تشوفوا. هو يوحد السكر مع العسل مع الزبده، يوحدهم مع بعضها، ماشي كلش يكون منفصل، ما يولي كلشي على جهه. السكر يطلع، السكر يبس وحنا نقولوا الزبده تطلع، لدم يطلع والعسل يقعد متحجر. لا لا، هذه المغرف تاع البيكربونات ولا تاع الخميره هي اللي تخلينا المقادير يتفاعلوا مع بعضها. هنايا انا كي درت الخميره تاع الكاطو، هنا كنت سكرت الغاز، سكرت عليها النار وخليته نخلط برك، نستمر في التحريك حتى ذبت معنا داك الحبيبات تاع الخميره. هنا ضيفوا مغرف تاع فاني ولا مغرف تاع معطر منكه اللي عندكم، ما ديروش برك السائل، ديروا البودره. هنا عندي انا 2 حبات تاع بيض، ديروا صفاره تاع بيض وبيضه كامله. انا خلطهم مليح، والخليط تاعي هنا راه دافي معايا، يعني راح البروديات ما تخلوه يدفى معاكم كيما انايا خليته شويه برد، ما خليتوش دافي. نستمر في التحريك باش يطب معنا البيض. وانا كنت هنا عارفه باللي الخليط تاعي هنا راه دافي. بعد ما دخلت البيض معنا مليح في هذاك الخليط، نضيفوا الفرينه. هنا نضيف انا ب6 معالق حتى نكمل. هنا ما نعطيكمش انايا الفرينه، كل واحد كيفاه. حوالي انا درت لي حوالي واحد 4 كيسان هكا، 4 كيسان ناقص نقص منهم هكا 3 كيسان وربع هكا، دات معايا 3 كيسان وربع كي عبرت انايا. بصح نتوما ديروا عين كم ميزانكم كما راكم تشوفوا انايا درت. تخلطوا هنا الفرينه تاعكم مليح، ماشي ديروا الفرينه تاعكم ديريكت. انا ندير هنا ب6 مغارف 6 مغارف حتى تحصلت على عجينه متماسكه، ما تكونش كيما الصابلي، تكون هشش على الصابلي، تكون خفيفه على الصابلي.
هنا زدت ضفت الكميه الثانيه تاع الفرينه. هنا الخميره ما نديروش مع هذيك التفاعل معاها، مع لازم انا لابا تاعي تجيني متماسكه وفي نفس الوقت تتعجن لي. وراكم تشوفوا معايا ان شاء الله، تبعوا الخطوات مرحله بمرحله. هذه الحلوى روسيه، الاصل تاعها روسيه، بصح حنا نديروها هنايا. انا من بكري ديرها، انا اللي يماتي من بكري ديرها، نديروها من بكري، بصح هي الاصل تاعها هذه الوصفه روسيه. انا خليت العجينه معايا كما كتشوفوا هكا طريه. هنا ثاني توجدوها الامتحانات تاع ولادكم، تفطروا بها الفطور تاع الصباح، عفوا اسمحوا لي. هنا العجينه لازم تكون هكا طريه، ما تكونش متماسكه معاكم باه تجي العجينه تجي تحصلوا على كي طيب تحصلوا عليها كيما في الطراوه تاعها، ما تكونش يابسه. لاباط لازم ما تجيكمش يابسه. هنا انا نقسمها على زوج ومن بعد نقسمها على 4. لازم ندير الكبيرات نفس الحجم. هنا اللي كانت كبيره كبيره زدت ضفتها للكبيره الصغيره ونحطهم يرتاحوا هكا. قبيله ما شعلت على الكوشه وجدت حالتي. هنا انا بديت نحل فيها حليتها في طاولة العمل في ورق الزبدة. هنا نقبوها مليح، لازم في كل بلاصة ما تخلوش تقبى مليح ما يتنفخش معاكم وما تطلعش معانا. هنا طابت معايا، شوفوا بكل سهولة تنحت معايا، ما تلصقتش كاع هكا وهي سخونة بالعقل نحوها. شوفوا ما لصقت معايا ما والو. هنا نطيبوا قاعدين انايا الحبات تاعي قاعدين نطيب ومسيسو عليهم بالعقل. هنايا انا عبرت هنا حسب المول تاعي باش نديرها، خير من نديرها في عشوائي. نديرها واللي ما عندهاش المول ولا ما قدهاش المول تاع صغير ديرها فوق بعضها فقط. دير الطبقه تاع الكوفيتير، دير العجينه الاولى ودير الكوفيتير بعد ما طابت اكيد، ودير طبقه تاع الكوفيتير، تزيد الطبقه الثانيه وتزيد الكوفيتير، تزيد حتى تلحق الطبقه الرابعه. انا هنا لحقت بالطبقه الرابعه، درت فوقها الكوفيتير. وهذا كل شيء اللي فضلوا لي طحت انا نوسي فيهم بصبعي برك، ما دقيت مش ما نكذبش عليكم بصبعي. واللي عندها الاشوار ترحين في الاشوار باه تجي معاها البودة الرقيقه تاعها. انا بالعيني هكا خليت حبات خشان، حبيت انا البنه ذيك خلط معاهم شويه كاوكاو. هاي يبان معاكم الكاوكاو ايفيلي كان مع ما رحيتوش ما نكذبش عليكم، ما رحيتوش خليته مع البودة تاعها. شوفوا هنايا انا ديريكت خليتها حوالي هكا واحد نص ساعه، قطعتها وحطيتها. شوفوا هنا كي تقطعوها على نص ساعه شوفوا النتيجه تاعها. هنا ما تعطيكمش نتيجه، ما تقطع لكمش سوا. هنا بالعاني انا قطعت لكم جهه باش تشوفوها مليح. شوفوا هنا توليد بس معاكم. نتوما كي تخلوها تبات ولا حتى ما تباتش تخلوها واحد من 6 سوايع حتى 8 سوايع ثم تقطعوها. شوفوا كي تبات معاكم ليله كامله ما صدقوني تحصلوا على احسن نتيجه. شوفوا هنايا وخليكم انا ثاني خليتها بات معاكم ونوريها لكم ان شاء الله. شوفوا كانت هذه النتيجه تاعهم، صح صدقوني الذوق ما شاء الله. هنا انا نزينها بخطوط تاع الشوكولا. هنا اللي عندها المول تاع اللي قطع المقروط مقروط تقسم به، ولا تاع البراج تقسم به بيجيها التقطيع مستمر. شوفوا هنايا كانت هذه ليله، هذه بعد ما باتت ان شاء الله اللهم غيثا نافعا يا ربي. نطهنا مع الصباح لقيت المطر تصب، خرجت نصورها لكم برا وان شاء الله يا ربي يعجبكم الحال. هنا انا خرجت هنايا مع بني، كان الحال بارد بصح كانت الاجواء تاع المطر مع القهوه تطلع هذيك مع الكاطو هكا. شوفوا كي بات معانا وكفاه جا ما شاء الله. لازم قلت لكم باش هذا الكاطو ينجح لكم تخلوه يبات معاكم ولا تخلوه ليله كامله. شوفوا هنا نقسم لكم انا حبه باش تشوفوها، تشوفوا الطراوه تاعها وتشوفوا الهشه تاعها. شوفوا حتى الطبقات تجملوا مع بعضهم ومليح. انا وريتكم الخطا الاول ووريتكم التصليح
باللي نهار الاول يعني ما تعطيكمش نتيجه، مازالت كانت لسه. وانا بعد ما باتت شوفوا هنا والله هي هشه هشه هشه. اني بالعقل نصور لكم باش تشوفوا طراوه تاعها وتشوفوا الخفه تاعها والهشه تاعها والذوق ما نحكي لكمش. والحلاوه جات معتدله خاطرش انا ما كثرتش السكر وما كثرتش العسل. وكان القوطي هذاك تاع الكوفيتير لازم تقسموها على 4 باش الطبقات يجيكم متساويه. وإن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله حتفرحوا بالنتيجة يا رب بعد ما تجربوها وتنال الرضا تاعكم يا رب. وبرك السر تاعها تخلوها تبات ولا من 8 سوايع من 6 سوايع الفوق. إن شاء الله هنا نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة، دمتم في رعاية الله.